صباحكم سكر وعسل وجمال ودلع. النهاردة هنعمل كوباية شاي كرك تعدل دماغنا كده على أول النهار، طعمها في منتهى الجمال. يلا نشوف طريقة الفيديو بتاعنا النهاردة. أول حاجة هعملها إن أنا هحط معلقة كبيرة من السكر، هكرملها على نار هادية جدا. الخطوة دي اختياري ولكن هي هتدي طعم حلو قوي للشاي. المعلقة الكبيرة السكر دي من مقدار معلقتين صغيرين، يعني معلقة صغيرة لكل كوباية شاي. لو انتي بتحبي السكر أكتر من كده في الشاي فهتزودي حسب الرغبة. هنبدأ ان احنا نسيب السكر يكرمل على نار هادية جدا علشان متحرقش مننا، لان نخلي بالنا السكر لو اتحرق هيمرر كوباية الشاي. مش هاجي جنبها خالص لحد ما الاقي السكر بدأ يكرمل من الاطراف. هبدأ ان انا اقلبها بالسباتيولا تقليب بسيط كده لحد ما الاقي السكر كله اتكرمل معايا. هنزل بمقدار كوباية ونص مية مغلية من كوبايات الشاي الكبيرة. لو انتي هتستخدمي كوباية صغيرة زي اللي هتشوفيها في اخر الفيديو هتستخدمي مقدار كوبايتين صغيرين من المية المغلية. هسيب المية تغلي مع الكراميل اللي احنا عملناه حوالي دقيقتين 3، وبعد كده هبدأ ان انا احط النكهات بتاعتي. النكهات ليها طرق كتيرة ومعظم الناس يعني بتحبها بطرق مختلفة. انا النهاردة هستخدم عود من القرفة وحبهان وقرنفل. دي النكهات المعتادة واللي معظم الناس ما بتختلفش عليها. حابة انتي بقى تزودي مثلا مستكة، ممكن تزودي جنزبيل حسب ما تحبي، لكن دي النكهات الأساسية اللي معظم الناس بتحبها وما بتختلفش عليه. يبقى نزلت بعود قرفة و3 فصوص من الحبهان وتقريبا شوية قرنفل بسيطة، يعني 3-4 وحدات كمان. هنزل بيهم في المية بعد ما غلت مع الكراميل وهسيبها، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الشاي، ويستحسن يكون الشاي نوع كويس. هسيبه برضو يغلي دقيقتين 3، وبعد كده هنزل بنص كوباية من الحليب وهسيبهم بقى يغلوا كلهم مع بعض، والنكهات كده تنزل في الشاي حوالي 5 دقايق. أول ما الاقيه بدأ يفور بالشكل ده هجيب البراد اللي انا هقدم فيه، وهجيب مصفى علشان اصفي الشاي في البراد بالشكل ده، وهبدأ ان انا اصبه بقى في الكوبايات اللي انا هقدم فيها الشاي. وكده هيبقى الشاي جاهز معانا، ومتأكدة ان حتى اللي ما بيحب الشاي الكرك لما يجربه بالطريقة دي هيحبه جدا وهيعدل دماغه، وحاجة في منتهى الجمال. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.